الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نتكلموا مع أصحاب البطاقة المهنية، سواء بيرمي كونفيونس ديال الطاكسي أو البوالور، بيرمي كاميو كار رموك، على حساب البطاقة المهنية اللي عندك. تواصلوا معنا واحد الناس قال لك راه جاتهم ورقة من لاسينيسيس حتى للدار، ضرورة التسجيل الإجباري على التغطية الصحية الإجبارية. ملي مشاو يديروا التغطية الصحية الإجبارية في لاسينيسيس قالوا لهم خصكم تخلصوا مبالغ مالية ابتداء من شهر 4 اللي داز. فهذه مشكلة للناس اللي منقاطعين على العمل في القطاع ديال السياقة. عندك بيرمي كونفيونس ولكن انت ما كتسوقش، يا اما مشيتي على برا او لا مريض او لا ما بدلتي الحرفة او لا شي حاجة، راه المشكلة انك مازال مسجل عندهم انك سائق مهني. وإلا داز التسجيل في لاسينيسيس بطريقة غير مباشرة، يعني بلا ما تمشي انت تسجل اوتوماتيكمون، راه غادي يبقى يتقيد عليك الا كانت شي خلاص او لا شي حاجة. فهاد الطريقة سولوا الناس واش يمكن انني انا نتخلى على هاد البطاقة هادي، ما بقيتش بغيت نكون كاع سائق مهني. ما بقيتيش باغي تكون كاع سائق مهني، ماشي بينك وبين راسك، راه الدولة وزارة الداخلية وكذلك هادشي ديال لاسينيسيس وكذا راه عندهم علاقة مع بعضياتهم. ولات الناس العلاقة مع البنوك وكذلك وزارة الداخلية وكذلك هادو ديال لاسينيسيس تينسقوا بعضياتهم. إلا كانت كتسالك شي ضريبة أو شي حاجة راه كتعرف اشنو كاين. إذا انت راك مديكلاري بلي راه انت راك سائق مهني، هذا في الوراق، لكن في الحقيقة انت راه ما كتزاولش المهنة. عندك مشكل ان التغطية الصحية الإجبارية في لاسينيسيس إلا كان شي خلاص أو شي حاجة غادي يبقى يجيك. إذا واش يمكن ليا كيما هذا الفيديو علاش دايرينه جواب على السؤال اللي قال لك واش يمكن ليا أنا نتخلى على هذه البطاقة، ما بقيتش بغيت أنا كاع هذه البطاقة، يا إما غادي يبقى خدام في النوار، وهادشي اللي كاين دايرينه كاع الناس أنهم خدامين في النوار، أو لا غادي يتخلى كاع على الميدان يقلب باش يبيعوا شريعة أو شي حاجة. فهنا كنبينوا ان اللي دار هذه القضيه ديال التخلي وبقى خدام في النوار فهو كيتحمل المسؤوليه، لانه ما كاينش شي حاجه كتحميك. ما عندكش شي وثيقه ديال لاسيورونس او الضمان الاجتماعي او شي تغطيه صحيه اللي كتحميك انت الا مرضتي او شي حاجه، كتولي خدام بحال خدام في الموقف. والحاجه الاخرى، شكون اللي كيكلاكسوني علينا؟ نكملوا الفيديو ولا نقطعوه ولا شي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دابا وصلنا للقضيه ديال انك تتخلى على هاد البطاقه المهنيه. كاينه طريقه انك تتخلى عليها، انك ترجع للبلاصه اللي خديتي منها العماله او هذا، وكتاخذ من عندهم واحد الطلب، كيعطيكم اكزومبل ديال الطلب اللي غادي تعمر، وكدير انك انت بغيتي تتخلى عليهم وكترد لهم البطاقه المهنيه ديالهم، وتيعطيوك فوتوكوبي من داك الورقه كتجليزيهم هي الاصليه وكياخذوا هما الاصليه، كتبقى عندك انت فوتوكوبي. كذلك كتمشي للمندوبيه ديال وزاره النقل والتجهيز، كدير التخلي على هذيك البطاقه المهنيه اللي عندك، سواء بيرمي ديال الطاكسي او الكاميو ولا كار ولا شوف انت منين خديتيها، كترجع عندهم وكدير التخلي، يعني راه انت ما بقيتيش سائق مهني. في ديك الحاله تشوف اصحاب لاسينيسيس تدفع لهم الوريقات ديالك وتسجل في صندوق هذا ديال السجل الاجتماعي الموحد كانك عادي، ماشي شي فور مهني ما والو. او لا دير لاسينيسيس الا خدمتي مع شي شركه اخرى ولا هذا، المهم انت ما كتبقاش سائق مهني، لانك انت في الحقيقه ما كتسوق بها ما والو، غير درتيها في واحد الوقيته وحاليا راك انت ما سايق بها ما والو. هذا هو علاش درنا هذا الفيديو. الناس اللي عندهم بطاقه المهنيه ولكن ما خدامينش بها خاصهم يسولوا على راسهم، لا تولي تجيهم شي ضريبه او لا تجيهم شي ورقه يخلصوها، او لا كان عندهم كونت يتقطعوا عليهم الفلوس. لان دايره هاد الهضره الواحد يسول على راسو، ما يبقاش غافل ويسول المصالح المعنيه. والسلام عليكم ورحمه الله.